السلام عليكم ومرحبا بكم في هاد لا فيديو هادي. اليوم ان شاء الله بغيت ندير لكم هاد لا فيديو هادي خصيصا للناس اللي كضرهم المعده، الناس اللي كيعانيو، الناس اللي كيباتوا بلا نعاس، الله يكون في العون. الناس اللي كلاوها كيردوها، كاينين الناس اللي ما كيردوش. حتى الانسان الا كان كياكل شي حاجه وكيردها بعدا كيقدر يرد، راه كيحيد عليه هذاك الشيء اللي ضره. ماشي بحال ملي تكون مضرور ومعدتك طايبه وكتاكل شي حاجه وكتجي باش تردها ما كتبغيش تعاود تطلع لك. هذا هو المشكل الكبير اللي كنعاني منه انا شخصيا. انا فاش كناكل شي حاجه كنجي حاجه كضرني في المعده وكنجي كنبغي نردها ما كتبغيش تطلع ليا، واخا ندير صبعي في القرجوطه ولا ما كتبغيش تطلع. وراه الناس اللي متبعيني، الناس اللي كانوا ديجا شايفين يعني الفيديوهات اللي حطيت على تجربتي مع المعده، مع الجرثومه الحلزونيه، راه ديجا درت لكم عليها شي جوج ولا ثلاثه ديال لي فيديو، وتكلمت لكم على هذا الموضوع هذا ديال الجرثومه الحلزونيه والاعراض اللي كانوا كيجيوني، يعني وكيفاش تجاوزت هذيك المرحله والدواء اللي خديت. يعني عطيتكم بزاف ديال التفاصيل، التحليلات اللي درت حتى هي عطيتكم يعني جميع التفاصيل على المعاناة ديالي مع الجرثومة الحلزونية ولا الإلكتروباكتيري. المهم راه وجاوني بزاف ديال التساؤلات، وكنعتذر بزاف انني ما كنصيبش الوقت باش غادي نسجل لا فيديو بحال هكا ونبارطاجيها معكم باش كلشي يستافد. نتمنى ما نطولش عليكم في هذا لا فيديو، ولكن راه هذا الشيء اللي كنقول لكم راه مهم بزاف، وخصوصا بحلول شهر رمضان ان شاء الله يدخلوا عليكم وعلينا بالصحه والهنا والتيسير ونقوموا ان شاء الله. والله ولا يعطيكم ما يضركم ولا يعطينا ما يضرنا يا سيدي يا ربي. والله يبلغوا لينا ان شاء الله لا فاقدين ولا مفقودين يا ارحم الراحمين. المهم غادي نرجع لكم خوتي الموضوع ديالي واللي يعني قررت انني ندير عليه هاد الفيديو هادي. هو المعده. آه الناس اللي كضرهم المعده دائما ما لقيتوش ليها الحل، عييتوا من الطبيب، عييتوا من الدواء، عييتوا يعني عييتوا من المعاناه بهذا المفهوم هذا. فجيت نتشارك معكم، نتقاسم معكم اخر تجربه، اخر حاجه درتها، واللهم لك الحمد والشكر. هذه تقريبا شي شهر باش درت هذا الشيء هذا، وجيت نتقاسموا معكم باش تفرحوا، باش غادي يعني نتوما تنوضوا ديروه، وان شاء الله تعالى ترجع لكم الصحيحه ديالكم وتوليو تاكلوا، ونقص لكم الالام وتوقفوا على رجيلاتكم. والله يفرحكم ويفرحنا في هاد الحوايج ان شاء الله تعالى. وما تنساوش هاد لا فيديو تبارطاجيوها مع اكبر عدد من الناس اللي كتعرفوا باش تعم الفائده. وسمحوا لي راني طولت عليكم بالهضره، كاين اللي غايقول لا راه كثرتي في الهضره، ولكن هادشي هذا راه كل حاجه كنقولها لكم فعندها افاده وعندها معنى. اذا بالنسبه للمعده اخواتي، اخر حاجه درت حيت عانيت واحد المعاناه اللي ربي اللي علم عليها مؤخرا عاوتاني. اخر حاجه درت هي الاستفراغ. الاستفراغ اخوتي، كاين اللي غيقول لي شنو هو الاستفراغ؟ هو انك كترد، كتخوي داكشي اللي ضرك، كتخوي داكشي اللي في معدتك، كتخوي داكشي اللي في مصارنك، داكشي اللي ناعس ليك في المصران، اللي ناعس ليك في المعده، اللي ناعس ليك في المصارن، كتخويه كتقياه. ولكن ما كتمشي لا عند كهان، لا عند شوافه، لا عند سحار، لا عند فقيه، لا عند اللي كيقول يدير الرقيه، ولا حتى شي واحد من هادشي هذا. هادشي غديرو بوحديتك في الدار، انت ولا انت اللي كتشوف هاد لا فيديو هادي. آه كنطلب منك انك دير هاد الحاجه هادي باش ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تبرا وترجع لك الصحه ديالك وتولي تاكل وتولي بخير وتصوم ان شاء الله رمضان بصحه جيده ان شاء الله تعالى. غير هو غادي يبقى يجيك الجوع، ولكن راه كنا غيجينا الجوع، ولكن اللهم الجوع ولا الالم والمعاناه. اذا الاستفراغ اخوتي اشنو درت؟ خديت هاد العناصر اللي غنتقاسم معكم دابا، هما اللي درت. قلبت في اليوتيوب، قلبت الرقات اشنو تيقولوا. يعني كاينين بزاف ديال الحوايج، كاينين بزاف ديال المسائل اللي كدار.
المهم اخوتي سمحوا لي مع تقطعت لي لا فيديو. بالنسبه للاستفراغ درتو بالرقيه والاعشاب. الاعشاب بطبيعه الحال العطريه، اعشاب اللي ريحتها زوينه بزاف، وحتى الفائده ديالها راها معروفه، يعني ما كضر ما حتى شي حاجه، الا ما نفعت ما ضر كيف ما تنقولوا. والمكون الاول في هاد المكونات هذه هو الورد. ها هو شوفوه معايا، هذا الورد البلدي ديال قلعة مكونة. هذا الورد البلدي غادي تاخذوا منه. بالنسبه للرقد تيقولوا كاينين بزاف اللي قالوا 50 غرام، ولكن 50 غرام راه واحد الكميه اللي هي كثيره، وكيجي داكشي مر ما تقدروش تشربوه. ولكن انا هو اللي درت الصراحه 50 غرام. نتوما غديروا غير 25 غرام، 25 غرام ديال الورد هذا. من بعد غادي تاخذوا 25 غرام ديال البابونج. ها هو البابونج. تاخذوا ورق السدر. هذا ورق السدر راه معروف هو في العلاج بالرقيه. ورق السدر حتى هو غتاخذوا منه 25 غرام. وكاين سنه مكي اولا سنه حرام. ها هي سنه مكي راه كتكون بحال هكا، حتى هي غتاخذوا منها 25 غرام. وكاين الريحان. بالنسبه للريحان هذا راه قطعته بيدي من واحد البلاصه. ها هو الريحان، ها هو شوفوه راه داير بحال الوريقات ديال الزيتون، غير هو الوريقات ديالو كيكونوا رطبين شي شويه، واللون ديالهم كيكون مخالف على ديال الوريقات ديال الزيتون. المهم هادو هما الاعشاب اللي غادي ديروا اخوتي وخواتاتي. غديروا هاد الكميه ديال الاعشاب كيف قلت لكم. غتاخذوا 3 يطرو ديال الماء، غتعبروها يعني بالقرعه 3 ديال اللتر ديال الماء، وغديروه في واحد الطنجره، وغتخليوه حتى يطيب مزيان. وغادي ديروا فيه هاد الاعشاب اللي قلت لكم 25 غرام من الحاجه. غديروا فيه هاد الاعشاب هادو، وغادي تاخذوا واحد الطري يعني في هذاك الماء الغليان، وغادي تغطيوه صافي. غطفيو عليه ما تخليوهش يغلي، غتغطيوه ديك الطنجره. وغادي تاخذوا واحد الطريف ديال الملحه الحيه، غير طريف صغيور ديال الملحه الحيه، وغديروه يعني قيمه واحد الطوبه ديال السكر ديال هذا، طوبه ديال السكر ديال القهوه، ماشي ديال الاتاي، ولا نص طوبه ديال الاتاي، هذوك الطويبات ديال السكر. وغديروا وسط هذاك الخليط، وغادي تغطي عليه وخليه يبات ليله كامله. بغيتو ديروا يعني هذيك كان الامر جد مستعجل، تقدروا ديروا الصباح قبل ما تفطروا تصايبوا هذا الشيء، وغادي تقضيو الاغراض ديالكم والشغل ديالكم وداكشي بيد ما برد، يعني كيولي دافي واحد شويه وكتشربوه. الا نتوما بيتوا الوصفه ليله كامله، فملي تبغيو تستعملوها ضروري خاصكم تدفيو واحد شويه هذاك الشيء عاد تشربوه، ما تشربوهش بارد باش ما تزواش لكم المعده ديالكم. وكيعاونكم داك الدفا كيعاونكم باش غتردوا. نتمنى تكون يعني الوصفه مفهومه. غتاخذوا 3 يطرو ديال الماء، ديروها في طنجره اولا غلاي مقراش يكون كبير، وغديروا فيه هاد الاعشاب 25 غرام من الحاجه. بطبيعه الحال ملي تجيبوا هاد العشوب غسلوهم مزيان عاد باش ديروهم في داك الماء الغليان. ملي كتديروهم في الماء الغليان تزيدوا عليهم واحد الطوبه ديال الملحه الحيه، وكتغطوا الطنجره ديالكم وكتطفيو عليها، ما تخليوش العشوب يطبخوا حتى كتطبخوا الماء عاد كديروا فيهم العشوب. وكديروا الطوبه ديال الملحه الحيه، وكتغطي الطنجره ديالك وتخليها تبات. قبل الفطور على الريق غادي تاخذ تعبر ايطرو ديال الماء، يعني ديال هذاك الماء غتصفيه بطبيعه الحال وغتعبر منه ايطرو، غدفيه واحد شويه وغادي تشرب كاس مورا كاس مورا كاس. راه الا مثلا شربتي 3 الكيسان غادي تقيا 2 كيسان، وكاس كيبقى في الكرش ديالك، حيت صافي كيبدا شحال ما تعطلتي شحال ما كتهضموا المعده. الا بغيتي دير نص مثلا تشرب نص سيترو وتقياها
وتعاود تشرب نصيطه اخرى وتعاود تقياها فيكون احسن. ولكن انا كنفضل تشرب كلشي دقه واحده باش ما تعجزش على التقيه. بالنسبه للطريقه باش غادي تقيا، غتشرب هذاك الشيء وغادي تنعس على الارض وغادي تلوى بحال هكا، تلوى بحال هكا 3 د المرات وتعاود ترجع هكا 3 د المرات باش المعده ديالك كتروع، يعني بحال كتجيك الدوخه، كتنوض كتقيا هذاك الشيء ولا كتنوضي كتقياي هذاك العجب. كديري صبعك الا ما بغاش التقيا يطلع، كديري صبعك وتقياي تقياي 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 حتى كتحسي براسك صافي راه ما بقى والو في المعده ديالك. غتاخدي واحد الكاس ديال كاس كبير ديال الماء دافي، ديري فيه تقريبا واحد معلقه ديال الحليب كتشربيه. ملي كتشربي هذاك الشيء كتعاودي ترديه، راه هو الراس وغيطلع الترويعه هذاك الشيء غيروعك، غتعاودي تقياي. هذه هي يعني الطريقه باش غادي تقياي النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث. ولكن بالاضافه لهذا الشيء هذا انا شنو درت الرقيه. درت الرقيه غير في التلفازه، دير الرقيه ديال ابطال السحر الماكول. راه غتطلع لك بزاف ديال الرقات. المهم دير الرقيه ديال القران والدعاء، وغادي دير يعني هذاك الماء تحت من التلفازه مثلا، وطلق عليه هذيك الرقيه. قدرتي تقرا عليه سوره البقره، قرا عليه سوره البقره، يعني 3 ايام راه ما فيها باس. غتقرا سوره البقره النهار الاول الثاني الثالث، بغيتي تقراها عليه من النهار الاول وتستعملها هذيك 3 ايام صافي. هذه هي الطريقه باش غادي تصفروا وغادي تهناو من المشاكل ديال المعده والمصران والمصرن. راه اقسم لكم بالله واخا ما خاصنيش نحلف ان وجهي راه داير بحال خرجت من القبر. راه كنت واحد المعاناه ربي اللي علم عليا، وسبحانك يا اله فاش درت هذيك الوصفه اللهم لك الحمد. عاد باش عيني ولاو تحلوا، عاد حيدوا لي هذوك لي الصغر اللي كاينين تحت العينين، ولا وجهي مبشر، اللهم لك الحمد والشكر. وحيت هذا الشيء راه التداوي بالقران، ماشي شي حاجه اللي هي حلال، ماشي المتعودين، ولا تمشي عند شي واحد يقييك يوكلك كاع شي عجب ما عرفتيش شنو هذاك الشيء، هذاك العجب اللي وكلك تمايا. اللهم تستعملوها، ديروا هذا الشيء في الدار وتقياو راسكم وتعرفوا بانه داك الشيء اللي شربتو نقي. وبالنسبه لهذوك الاعشاب الا كنتو درتو عليهم الرقيه، بالنسبه لهذوك الاعشاب ملي تصفيوهم ما تلوحوهمش في حاشاكم في الزبل، ديروهم ولوحوهم تحت شي شجره ولا شي نبته ولا شي حاجه هكا اللي يعني ما فيهاش شي حاجه اللي هي نجسه، حيت قرينا عليهم القران. هادشي غير باش نديرو. المهم كنتمنى انكم ربي يشافيكم، ونتمنى انكم ديروا هاد الوصفه هذه، وقولوا لنا منين مدينه كتابعونا، وقولوا لنا يعني درجات المعاناه ديالكم مع المعده. وان شاء الله الرحمن الرحيم ربي غادي يشافيكم. غير جربوها جربوها جربوها، راه والله ما تندموا. راه انا اللهم لك الحمد، انا يعني حسيت براسي شويه، اللهم لك الحمد والشكر. وقلت علاش لا والله حتى ناخذ من وقتي وندير لكم لا فيديو نبارطاجيها معكم باش كلشي يستافد. وكل شيء كنطلبوا من الله سبحانه وتعالى لا يعطيكم ما يضركم. يلا خليتكم على خير.